يوم جديد كله حياة، شمسه بتبتسم وناس وهوا، والعصافير بتغني في سماء غنوة عايزانا نكون سوا. مش ناقص غير القلب يدق، يسهر الليل يحب ويتحب. مش ناقص غير القلب يدق، يسهر الليل يحب ويتحب، ويلاقي نصه التاني يروح معاه ويملى الحياة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلام يا رب العالمين. زي ما انتوا شايفين كده، كان الاتوبيس بتاع الحجاج أو بتوع العمرة بتاعة رمضان كان يوم الجمعة اللي هي قبل رمضان على طول. وطبعا زي ما انتوا شايفين في الأرياف البلد بحالها كلها طلعت تسلم على الناس قرايبهم يعني أو جيرانهم أو كده. وحبيت بقى اخد لكم المقطع الحلو ده عشان دي بقى كده البلد بتاعتنا كلها طالعة تسلم على الناس، وقعدوا بقى يزمروا والناس تزرغط وكده. ربنا يكتبها للجميع بإذن الله، ويا رب يكتبها لأنا وجوزي وابني واخواتي وبنات المسلمين أجمعين. كده خلاص اهو، كنت واقفة يعني على السكة بصور لكم المشاهد الحلوة دي اهو زي ما انتوا شايفين، والناس طبعا وراهم بالعربيات والتكاتك قاعدة تزمر وايه، كان يوم فظيع بصراحة. بعد كده في نفس اليوم برضو، بس احنا كنا بالليل، كنا بعد المغرب، كان سيلفي جه من السفر وجاب زينة رمضان. والفانوس بتاعنا دي كنا عاملينه من خشب. كل سنة بنشيله الزينة اللي هي القديمة وبنحط زينة جديدة وشكلها أحلى طبعا عن السنة اللي فاتت، يعني كل سنة بشكل جديد. زي ما انتوا شايفين كده كان بيزين الفانوس، جايب اللي هو الورق اللي هو الشفاف الألوان دي اللي هو أصفر وأخضر وأزرق اللهم صل على النبي، كان أحمر وأزرق وأصفر وأخضر. أيوة الأربع ألوان دول أهو زي ما انتوا شايفين. وكان جايب برضو اللي هي الأفرع اللي هي الزواج اللي هي بتلمع دي، برضو كان جايب كذا لون. وهوريكم برضو شكله في الآخر، شكله يعني بقى ازاي. دي طبعا الزينة ديت الأفرع اللي هي بتتعلق في الشوارع اللي هي بتاعة الخيط دي، كانت جايب برضو أشكال كتير وألوان برضو كتير. وكانت العيال فرحانة وحياة ربنا، كان يوم زي الفل اهو زي ما انتوا شايفين. وده الفرع ده كان 6 متر، انا شارياه كان ب60 جنيه برضو. الزينة بتاعته الألوان بتاعته حلوة. وكنا حاطين اللمبة اللي هي بتلف دي في البراندة بتاعتنا، برضو عاطية إضاءة حلوة ولمبة بيضة. يعني بصي هعمل لكم جولة دلوقتي في البراندة وفي الشارع، شكل يعني شكل الزينة ما شاء الله والله. دي الأفرع اللي أنا قلت لكم عليه. كان برضو جايب أفرع كتير اللي هي بتتعلق اللي هي بالخيط دي. وطبعا كنا مشغلين ساعتها أغاني رمضان، لأن بنحسه يعني بطعم رمضان كده، ورايح رمضان لما بنشغلوا الأغاني، والعيال كل الشارع بتتلم قدام البيت بتاعنا وبيقعدوا يتفرجوا عليها وكده، بيشاركوا يعني الموضوع، بتبقى ذكرى حلوة. كده خلاص كان الفانوس زينوه خالص بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، كان شكله حلو. وديت مليكة بنت سلفتي قعدت برضو ايه تتفرج، يعني تمسك الفانوس وقاعدة تلف حلاوه كده اهو زي ما انتوا شايفين. شكل الفانوس روعة. وديارة اختها كانت ماسكة الفانوس وقاعدة تلفوله تقول لي صوري يا عمتي اهو زي ما انتوا شايفين، شكله تحفة بصراحة. وكمان بقى هنحط دلوقتي فيه اللمبة، هيبقى شكله احلى اهو زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما حطينا فيه اللمبة ووصلناها بسلك كده خلاص اهو. كان يوم حلو يا رب، ان شاء الله باذن الله رمضان السنه دي يكون خير علينا جميعا. كده خلاص كان هو طلع بقى شقتي من البلكونه، وصل السلك في البلكونه وركبه، ربطه يعني في السلوك عشان يبقى في نص الشارع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. كده خلاص اليوم ده عدى على خير. تاني يوم قبل رمضان على طول برضو بيوم، كنا يوم السبت،
استغليت الفرصة برضو وقلت ايه اطلع شقتي كلها البطاطين في الشمس عشان تتحمص كده ويبقى شكلها حلو. طلعت البطاطين وطلعت المخدات دي اوضتي طبعا، والانتريه كان نضيف وزي الفل، كنت كنساه ومرتباه اهو زي ما انتوا شايفين. مش يعني الحمد لله ولله الحمد اللي انا ما بستناش الحاجه تبقى عفشه قوي عشان اعملها. ودي اوضتي برضو، اوضه محمد ابني اسف. كده خلاص كنت غيرت بقى اطقم السراير وكنت غسلت المفرش قبلها بيوم، وتاني يوم على طول كنت صبنت اهو زي ما انتوا شايفين. يعني انا طلعت فرشتي في يوم ونجحت المفرش في نفس اليوم. تاني يوم على طول ايه شيلت الفرشة بتاعت السراير اطقم السراير والدفايات وكده، وتاني يوم على طول صبنت. ده كنا حوالي يوم الحد. يعني احنا عملنا الزينة والحجاج مشوا يوم الجمعة، يوم السبت طلعت البطاطين بتاعتي، يوم الحد انا كنت صبنت زي ما انتوا شايفين كده. وقلت برجع ايه اسيب الشبابيك والاوض متفتحة كده ايه تتهوى شوية. كده خلاص ودي اوضة محمد ابني. غيرت برضو طقم السرير والدفاية وهكذا يعني اهو كده خلاص. وكانت البطاطين قبلها بيوم كانت طالعة في الشمس. وانا من عادتي يعني ان ما بحبش حاجة تتكركب علي، يعني مثلا ما اهدش الشقة كلها وابنها في يوم واحد لا، لان انا كنت بعمل كده في الاول، كنت اصبن واسيق ومش اطلع الفرشة وكله في يوم واحد. الحمد لله يعني لحد دلوقتي ظهري وجعني بعدت زي الاول. دلوقتي كل يوم بعمل حاجة على قدي، لاني ظهري واجعني، وفي نفس الوقت انا كنت قبل كده من سنة تقريبا عاملة عملية في ايدي، فبعمل الحاجة بتأني عشان مرجعش اندم عليها تاني. كده خلاص كنت غيرت بقى طقم السرير زي ما قلت لكم، وفرشت السرير وسبت الشبابيك ايه تتهوى وتتفتح. انتي لو كل يوم بتعملي حاجة او بترتبي حاجة او بتنظفي حاجة مش هيبقى تعب عليك، لما انتي لو عملته كله في يوم واحد هتتعبي طبعا، وده كله بيأثر على ظهرك. ولو يعني وجع الظهر ده يعني صعب والله، اسألوني انا لان الظهر وجعني بطريقة رهيبة. فبالتالي بعمل كل يوم حاجة وعلى مهلي، وفي نفس الوقت في اي وقت تلاقي شقتي نظيفة لاني على طول ايديا فيه. كده خلاص بعد ما صبنت ونشرت الهدوم، ده اخر النهار لميت الهدوم بقى، وكنت غسلت المفرش بتاع القطيفة زي ما قلت لكم وايه وسبته يتصفى قبل ما طبقت الهدوم وصليت العصر، وبعد كده طلعت ايه نشرته. كده خلاص اهو، ورجعت السبت زي ما هو نضيف ما فيهوش هدوم بقى خلاص. وده سبت المشابك حطيته مكانه، والبلاستيكة دي بحطها تحت التكفيلة بتاعت المطبخ حطيتها مكانها. وكده بقت شقتي كلها زي الفل. ما تكركبيش على نفسك او ما تعمليش كل حاجة في وقت واحد، عشان ده والله بعد كده ده كله هيأثر عليكي. اعملي كل يوم حاجة هتعمليها حلوة وهترتبيها اكتر، وفي نفس الوقت مش هتتعبي. لما كله في يوم واحد كده انت اللي هتتعبي، وده كله هيأثر على صحتك بعدين. دي كانت هدوم سيلفي سيلفي وحماتي تحت، كنت برضو مصبناهم طبقتهم وهننزل على طول ايه احطهم على طول في الدولاب. كده خلاص وده بقى الزينة بتاعت رمضان. كنا بالنهار برضو كم يعني احنا عملنا شوية بالنهار وشوية بالليل، الشوية بتوع بالليل دولت متعلقين اهو. وكان سيلفي برضو خد السلم وكمل بقية تركيب الزينة اللي هو في الشارع من اوله لاخره قدام عمه يعني او عم جوزي، وقدام الناس الجيران، يعني جاب الشارع من اوله لاخره كده زي ما انتوا شايفين. وفعلا ما بنحسوش برمضان يعني وبحلاوته كده، طبعا بنحسه بالصلاة والتقرب إلى ربنا وكده، بس فكرة الزينة وتشغلي الأغاني بتاعت رمضان دي برضو حاجة حلوة. وإن شاء الله بإذن الله عقبال رمضان الجاي برضو نركبوا الزينة وكده. طبعا بيركبوا الزينة العيال كلها بتتلم في الشارع بيبقوا فرحانين. كده خلاص كنا حوالي يوم الحد زي ما قلت لكم. كنت طلعت الفرشة بتاعت بيتنا كله، السجادة اللي هي في الصالة دي وهتشوفوها من شوية.
وشلت الحصيرة الحصيرتين بتوع شلت الفرشة بتاعت الدار بحالها يعني، وأوضة حماتي برضو نضفتها ورتبتها، والبطانية حطيتها في الشباك، والسجادة اللي هي الزيت اللي احنا بنحطوها في الصالة دي طلعتها في الشمس تتحمص كده عشان احطها، عشان اول يوم رمضان طبعا يا دوبك اعمل الاكل اللي هو الفطار بتاعنا يعني بتاع اول يوم رمضان. والمخدات برضو حطيتها على البرندة، كنت سيكت البرندة، وكان الحمد لله يعني بيتنا من فوق لتحت كان نضيف. لان زي ما قلت لكم وهعيد برضو مره واتنين وتلاته، اللي انا ما بسيبش شغل عليا كتير، كل يوم بعمل حاجه، في نفس الوقت بتلاقي البيت نضيف عندك. حتى لو يوم لا قدر الله تعبتي او مش قادره تقومي حاجه تعملي حاجه يعني بتلاقي بيتك نضيف كده. خلاص اهو، ده كان اخر يوم كنت مليت الزير وحضرت الفطار وكده.